قلبي قال ده بالجمال ولا ده فوق. فرح مجدي الهواري على دنيا عبد المعبود واولاده من غادة عادل بيرقصوا في فرح. يا ترى ايه اللي حصل؟ تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من فرح المخرج مجدي الهواري من الستايلست دنيا عبد المعبود. الكل كان مفكر انه هيرجع لغادة عادل بسبب ظهورهم مع بعض كتير في الفتره الاخيره وجوازهم منها دام 20 سنه، لكن هو فاجئ الجميع بجوازه من الستايلست دنيا عبد المنعم واللي حبها خلال تصوير مسلسل دايما عامر اللي اتذاع في رمضان 2022. ظهر العريس وهو بيرقص على اغاني منها سطلانه وبنت الجيران وستوانه، واولاد العريس من زوجته الاولى الفنانه غادة عادل كانوا بيرقصوا معاه من ضمنهم بنت. الحفله كانت معموله بشكل سري في حديقه احدى الفنادق بالجيزه. الفرح كان مقتصر على المقربين فقط، والعروسه كانت لابسه فستان قصير لونه اسود وبنته كمان لابسه زيها. وحضر بعض الفنانين من ضمنهم لبلبه وخالد الصاوي ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعه ومحمد انور وحمد هلال وجميل عوض وكريم عفيفي ولاعب كره القدم السابق عماد متعب وزوجته ملكه جمال مصر يارا نعوم والفنانه الاستعراضيه بدر. فرح مجدي الهواري ده بيكون تاني جوازه بعد غادة عادل. اتسأل قبل كده من غادة في برنامج سنه 2021 قالت له ليه ما اتجوزتش بعد انفصالنا؟ قال في شروط عندي، هل هتتقبلها الزوجه التانيه؟ وهي اني بحبك لانك ام اطفالي وبنتي. الحب اللي ما بيننا يا غادة ما ماتش. وكمل وقال لو عايزه تتجوزي انت حره. وقتها غادة ما قدرتش تخبي وانها لسه بتحبه، بس اللي كانت متاكده منه انها مش عايزه ترجع. وعلقت غادة عادل على كلامه وقالت لو مجدي الهواري اتجوز انا هفرح له جدا من قلبي وهو يستحق انه يعيش حياته. وكملت وقالت قرار جوازه مش سهل عليا. مجدي الهواري كان بمثابه اب بالنسبه لي وما كانش مجرد زوج. مجدي الهواري شخصيه اتعلمت منها كتير وحصل على النصيب الاكبر من حياتي، بس لما بدات اعترض بدأت المشاكل. غادة كانت شايفة إنها متساءة وعاوزة تكون حرة وتختار بنفسها غير المشاكل الزوجية الكتير اللي تعرضوا ليها. وقالت إحنا انفصلنا بس أنا متأكدة إن مجدي بيخاف عليا، وانفصلنا مش معنى كده إن هو سيء، بالعكس أنا مبسوطة وهو مبسوط، ومش معنى إني بشكر فيه إني عاوز أرجع له. مجدي الهواري عاش قصة حب من سنة وتقريبا لما شارك مع دنيا في مسلسل دايما عامر، خصوصا إنها قعدت 5 سنين. مين هي دنيا عبد المنعم؟ اتخرجت من معهد سينما قسم ديكور وأزياء. دنيا أول ما ظهرت كانت في فيديو مع ياسمين عبد العزيز وقالت إنها بنتها، بس اتضح بعد كده إنها كانت الستايلست في مسلسل ونحب تاني ليه، وبينهم علاقة صداقة قوية. دنيا شهيرة جدا في مجال الأزياء، شاركت في مسلسلات كتير وكان ليها بصمتها في اختيار اللبس للفنانين زي فيلم البنات العام سنة 2012 وده أول عمل ليه، وكمان فيلم لا مؤاخذة ومستر إكس ومسلسل إلا أنا وضرب نار ونحب تاني ليه مع ياسمين عبد العزيز، ومسلسل حكاية حلم حياتي بطولة ميان السيد والكل شكر فيها في اختيار ألوانها. اتجوزت قبل كده من مدير التصوير كريم أشرف وعندها بنت اسمها تيه. الكل كان مفكر انها اشاعات ولكن هو فاجئنا بالفرق. يا ترى بقى هل الدنيا هتسد الفراغ اللي سابته غادة